يعني هذا الانبعاث منا ما شاء الله على تلقيب الآخرين بألقاب أهل البيت، تسميتهم بأسمائهم، الترضي عنهم، جحد حقوق أئمة أهل البيت ونحو ذلك. هذا الانبعاث ليس بسبب الخوف، لا يخاف على نفسه، على ماله، على حاله، وإنما هنالك بواعث أخرى، بواعث سياسية، بواعث اجتماعية، بواعث مصلحية، بواعث مجاملة، بواعث نفسية. هو حقير النفس، هو ناقص، ما يشعر ما عنده ثقة كاملة بالنفس أمام المخالف، مع أنه هو متمترس. أحيانا يكون صاحب نظام مثل خامنئي، أحيانا يكون صاحب ميليشيا ضاربة في الأرض مثل المقتدى الصدر. يعني أنت مكتفي، ماكو خوف عليك، ليش تروح تذل نفسك وتهين الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام وترفع من شأن أعدائهم؟ ليش؟ وتمجد ظلمتهم، لماذا؟ التقية لا تزعجك، والمخافة على نفسك ومالك وحالك لا تبعثك. لماذا إذن تفعل هكذا؟ الإمام السجاد عليه السلام يقول لهذه النماذج: اتقوا الله، فاتقوا الله معاشر شيعتنا، لا تستعملوا الهوينا، لا توطون راسكم، لا تعملوا بهذه التقية اللي توطي راسكم، ولا تقية عليكم. ماكو خوف على أنفسكم، ماكو خوف على حياتكم. شنو الشيعي الآن مضطر لازم يمتدح أبا بكر وعمر وإلا يقتلوه؟ جيب لي وين هذا الشيعي اللي مضطر أنه لازم يمتدح أبا بكر وعمر على المنبر وإلا يقتلونه؟ يعني الوائلي لو كان ساكت عن أبي بكر وعمر أصلا ما جايب طاريهم إطلاقا، كان راح يقتلوه؟ من يقتله؟ يتردد ما بين لندن ما بين الكويت، يروح يقرأ منابر، يحصل فلوس، باكيتاته تجي أول بأول، يروح سوريا، يروح مدري وين، مو مضطر أنه أصلا ما يجيب ذكر أبو بكر وعمر مثل غيره من الخطباء في تلك الحقبة. يعني ما سووا تلك المنكرات ولا جاءوا بتلك الأفعال التي أو الأقوال الشائنة التي قالها الوائلي. لازم يسوق للخرافة والدجل والكذب على الأئمة الأطهار عليهم السلام، يعني ما يتم أمره إلا بهذا. راح يقتلوه إذا ما قال على المنبر هذه الأكذوبة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله طهر نعلك فكيف لا يطهر عرضك. أكذوبة سمجة ظهرت في القرون اللاحقة عند أهل الخلاف من الوضاعين باعتراف أهل الخلاف، الذين نسبوا لكل واحد من خلفائهم الأربعة مقالة في قضية الإفك لتبرئة عائشة ورفع شأنها، كلام لا قاله أمير المؤمنين ولا نعرفه في مصادر الأئمة الطاهرين عليهم السلام، بل ولا تعرفه البكرية إلا في المصادر الموضوعة. يقول لك هذا خبر موضوع كذب. تأخذ أنت هذه الخرافة تسوقها على المنبر وتخلي الشيعة أجيال يحفظون هذه الكلمة، بحيث إذا طلع كتاب الفاحشة يقولون: شلون مو أمير المؤمنين قال إن الله يطهر، قد طهر نعلك فكيف لا يطهر عرضك؟ يعني تبدلت ثقافة بأكملها. ليش؟ من وراء عميد المنكر هذا. أسأل الله أن يجلد في جهنم 1000 جلدة على كل حرف ضلال نطق به وأضل هذه الأمة باسم أهل البيت، تحت عمامة أهل البيت، على منبر أهل البيت، لأنه هذا هو الخطر. لو يأتي مشايخ البكرية يصيحون ليل ونهار: إن الله طهر نعلك كما فكيف لا يطهر عرضك، ليل ونهار، ما حد يقتنع، ندري بيهم كذابين دجالين. بس الوائلي، الدكتور الوائلي، الناس تحسن الظن به، مع الأسف الناس ما تدري، تقول هذا منا وبينا، يعني مستحيل، يعني معقولة يقول هالكلام؟ معقولة يكذب على أمير المؤمنين؟ إيه نعم، كذب على أمير المؤمنين. ومن كذب علينا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويلا له. من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من الذي أجاز لك
أنت أيها الوائلي أن تفتي للناس في البحرين تقول لهم لا مانع شرعا من أن تقولوا في الأذان أشهد أن عمر ولي الله، أشهد أن أبا بكر ولي الله. من أجاز لك؟ أنت أصلا مفتن، أنت لك أهلية الإفتاء، أنت مرجع تقليد، لو أنت حي الله خطيب. غير المفتي ما يحق له يفتي، لا يمكن، لابد يكون حائز على النصاب الشرعي بحيث يفتي، يقول أنا مرجع تعالوا قلدوني، أنا أفتي لكم، أنا أتحمل المسؤولية يوم القيامة. أنت شلون تفتي هاي الفتوى؟ هذا من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ثم على فرض أصلا هاي فتوى مقبولة عند الشيعة، أكو فقيه في الدنيا شيعي يقول يجوز في الأذان واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله، أشهد أن عمر ولي الله؟ أكو واحد يقول هذا الكلام؟ كلام معاد لرسول الله، للزهراء، لأمير المؤمنين، للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. هذا مثل واحد يقول يجوز، قولوا ما يخالف في الأذان قولوا أشهد أن يزيد ولي الله. نعوذ بالله. شوف ايش قد شنيعة، شنيعة ما حد يتحملها هذه. عمر طبقا لكلام آل محمد أعظم إثما من يزيد، لأنه المؤسس له والممهد له. اقرأوا الروايات، اقرأوا شوية ثقافة آل محمد عليهم السلام، اقرأوا اعرفوا أئمتكم شنو قالوا، مو الوائلي وغير الوائلي. اقرأوا كلام أئمتكم. بالأمس ماذا عرضت عليكم؟ كلام نبيكم. ماذا قال النبي في أبي بكر وعمر؟ شنو قال؟ وصفهما بالغدر، قال إنكما تمليان عليا من بعدي غيظا وتوسعانه غدرا. هذا حكم محمد رسول الله على أبي بكر وعمر. معقول محمد رسول الله يقبل في الأذان والإقامة أن يذكر هذان بعنوان الولاية لله؟ تحرفون دين محمد صلى الله عليه وآله على منابر آل محمد، ويقول لك أنت ما يصير تحكي على الوائلي، هذا منا وبينا. أي منا وبينا؟ ليس منا، بتري. الأئمة عليهم السلام وضعوا ضوابط لكي نحدد من هو الداخل من هو الخارج، لسنا نحن الذين ندخل ونخرج. الأئمة ما يقبلون واحد يأتي يفتي للناس يقول جائز لكم أن تقولوا أشهد أن أبا بكر ولي الله، أشهد أن عمر ولي الله. حرام. هذا من يفعل هذا الفعل خارج عن التشيع قولا واحدا، حتى لو تقية، مع أنه ما كان تقية عليه. شنو هو قاعد في البحرين خطيب ندوة فكرية ما أدري كذا، ما يحتاج أن يذكر هذا الشيء. سالينا أنه شلون أنتم الشيعة تقولون أشهد أن عليا ولي الله في الأذان، تريد تبررها، تروح تقول يجوز أيضا أن تقولوا أشهد أن أبا بكر ولي الله في الأذان، بدلا من أن تأتي باستدلال علمي صحيح تقول إيه نعم هنالك روايات حتى في مصادركم مثل كتاب السلافة في أمر الخلافة للمراغي المصري يقول إن هذا الأذان أذن به هكذا في يوم الغدير بأمر رسول الله. رسول الله أمر هكذا. روايات آل محمد عليهم السلام تقول كلما قلتم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقولوا أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين. هكذا يصير استدلال، مو تروح تقول لهم تعالوا أنتم هم شهدوا قولوا أشهد أن أبا بكر ولي الله، أشهد أن عمر ولي الله. هل هنا تقية تزعجك ومخافة على نفسك ومالك وحالك؟ كلا. أنت تقدر تجاوب مثل ما احنا نجاوب، شنو يصير؟ مثل ما غيرنا يجاوب. لكن أنت تريد التودد إليهم بزرع البدعة وتزيينها. هذه بدعة لما واحد يأتي ويقول أشهد أن عمر ولي الله، هذه بدعة. أنت هنا تتلاعب بدين رسول الله صلى الله عليه وآله. الأئمة قالوا اللي يفعل مثل هذا الفعل ليس منا، من لم يؤمن برجعتنا فليس منا، وكان الرجل يهزأ بالرجعة يسخر منها، ليس منا. إذن خلص
انتهينا بعد. لا تتعصبوا للرجال، لا تصيرون نفس البكريين متعصبين للرجال. شنو مشكلتنا وياهم؟ مع كثير منهم التعصب للرجال، تأتي له بالأدلة على انحراف وسقوط أبي بكر وعمر وعائشة يصر ويعاند، هكذا عنده تعصب لهذه الشخصيات. نفس المرض نشأ بينكم يا أتباع آل محمد، معقول؟ أنتم اللي تربيتوا في مدرسة آل محمد، اللي ربوكم على عدم التعصب للرجال، وقالوا لكم من تعصب للرجال هلك. تعصبوا للحق، لأئمة الحق، لا تتعصبوا للرجال. معقول هذا المرض نفس اللي كان عند البكريين، هذه العدوى تصابون بها أنتم وتضيعون دينكم؟ تقابل ربك وانت تحمل احترام لأحمد الوائلي؟ حتى النبي صلى الله عليه وآله يحاسبك يوم القيامة، والزهراء تحاسبك، وأئمة أهل البيت عليهم السلام يحاسبوك. هنالك أناس، اقرأوا، هي المشكلة الناس ما تقرأ، هنالك أناس في أزمنة حضور الأئمة الأطهار عليهم السلام ارتكبوا من الإثم والتحريف للدين ما هو أهون بكثير مما صنعه أحمد الوائلي، ومع ذلك الأئمة لعنوهم وذموهم وأقصوهم عن المحيط الشيعي، أهون بكثير مما فعله أحمد الوائلي. فكيف بأحمد الوائلي وما جاء به من عظائم الأمور؟ إذن خلونا نتفق، وإحنا على مشارف شهر رمضان المبارك، خلونا نتفق على أن نتولى آل محمد عليهم السلام فقط، ونتعصب لهم فقط، وتعصبنا لهم هو تعصب للحق، لأنهم معصومون ما ينطقون بالباطل أبدا. فهذا تعصب ممدوح، يعني بمعنى أن الإنسان يتحمس لما جاءوا به عليهم الصلاة والسلام. أما ما يأتي به سائر الرجال نقيسهم ونقيس ما جاءوا به بمقياس آل محمد. فالقياس عندنا هكذا: من كان مستوفيا للشرائط احترمناه، كلامه بمقدار تطابقه وتشابهه مع كلام الأئمة الأطهار عليهم السلام نحترمه. أما إذا كان مخالفا معارضا لكلامهم لا كرامة له أبدا.